واحد صاحبي عايز يشتري عربيه اليومين اللي فاتوا دول، واكيد طبعا العربيات الصيني بقت مغريه جدا جدا جدا، على الاقل ان انت تروح تبص عليها. كل يوم بنشوف براند جديد وموديلات جديده وتوكيلات جديده، وعربيات حرفيا بتطير في الهواء. وقال لي ايه رايك؟ انا شايفك بترشح ناس كتير تيجي 4 برو، ودايما بتحجج وبتقول عشان عربيات شيري موجوده بقالها كتير في السوق المصري، وفعلا هو عنده حق. بس في عربيه اليومين اللي فاتوا دول خدت تخفيض مش وحش، وخصوصا كمان ان هي تعتبر عربيه مستورده مش تجميع محلي. انا هنا بتكلم على عربيه الجاك الاس 2 اللي كان سعرها 740 الف جنيه، وخدت كاش باك تقريبا 50 الف جنيه عشان يبقى سعرها 690 الف جنيه، يعني كسرت ال 700 الف جنيه لتحت. ده غير ان العربيه دي كمان مستورده لسه ما اتجمعتش في مصر. هو في اخبار ان هي هتتجمع عندنا قريب، بس لسه ما اتجمعتش في مصر، فالنسخه اللي هتشتريها دلوقتي دي تعتبر مستورده. انا مش جاي هنا اقول لك العربيه دي فرصه وحلوه ويجري جري يشتريها، انا جاي زي ما متعودين مع بعض هنقعد ندردش شويه، واقول لك تفاصيل العربيه، واقول لك شويه عيوب كده قبل تملك العربيه دي ايه من كل حته في العالم، وفي النهايه هقول لك رايي بصراحه. ناس كتيره فاكره ان شركه جاك دي لسه بادئه جديد في السوق الصيني، بس لا، شركه جاك دي اول ظهور ليها كان 1964، وبدات ساعتها ان هي تنتج العربيات النقل الثقيله لغايه لما بقت متمكنه في الموضوع ده، وبدات تصدر الاسواق العالميه. واول تصدير ليها كان 1990، وقدرت ان هي تبيع في اكتر من 100 دوله. وزي الشركات الصينيه ليها مراكز ابحاث وتطوير في كل حته، وشركه جاك بالذات ليها مراكز تطوير في ايطاليا وفي اليابان. العربيه اللي معانا النهارده بقى اللي هي الجاك الاس 2 ظهرت اول مره امتى؟ في 2015، وفعلا العربيه دي موجوده عندنا في مصر بقى لها فتره كبيره مش قليله، يعني تقريبا بدانا نشوفها عندنا في السوق المصري من 2016 و2017. واغلب الدول اللي بتنزل فيها بتنزل باسم جاك برضه، وبتتجمع في دولتين بس، بتتجمع في المكسيك وبتتجمع في الصين. ومعلومه على الماشي كده، العربيه دي في منها نسختين كهرباء، دول بينزلوا في البرازيل وايطاليا. العربيه بتصنف سب كومبا كروس اوفر، يعني كروس اوفر تحت المدمجه شويه، 5 ابواب، وطبعا دفع امامي، وبتيجي بنوعين من المحرك، محرك 1500 ومحرك 1600، وبتيجي برضه بنوعين من نقل الحركه، مانوال من 5 سرعات وسي في تي. النسخه اللي بتيجي عندنا في مصر بقى بتيجي بموتور ال 1500 على الفيز طبعا السي في تي، ده بيطلع 113 حصان، وبتسرع من 0 ل 100 تقريبا في 13 ثانيه. العربيه شغاله ببنزين 92، واستهلاك البنزين المعلن في العربيه تقريبا 6.5 لتر كل 100 كيلومتر، ده طبعا معدل طبيعي مع السي في تي والموتور ال 1500. لو جينا بقى لابعاد العربيه، ابعاد العربيه دي تعتبر معقوله جدا مش وحشه. احنا بنتكلم في 4 متر طول ومتر 70 عرض، وتقريبا متر ونص ارتفاع، وارتفاع الخصوص الارض في العربيه دي يعتبر ممتازه. احنا بنتكلم في 20 سم، يعني تخش معاك في المطبات من غير اي مشاكل خالص، بشنطه خلفيه كبيره جدا، مش احنا بنتكلم في 450 لتر، وبرده دي في الفئه الاقتصاديه تعتبر ممتازه. وكعاده اغلب العربيات الاقتصاديه بنتكلم في نظام تعليق امامي ماكفيرسون وخلفي تورشن بيم عادي. انظمه الامان في العربيه تعتبر معقوله، 2 ايرباج، اي بي اس، اي بي دي، اس بي، كل انظمه الامان بتاعت الفرامل اللي احنا عارفينها بقت بتنزل دلوقتي ستاندرد في كل العربيات، وفيها كمان بريك اسيست ونظام مساعده على الطلوع المرتفعات. العربيه برده في الكاميرات مش مقصره معانا في حاجه، بنتكلم في فوج لايت، نور العربيه عندك ليد، مديك شاشه 8 بوصه، ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، كاميرا خلفيه تلاقي، تكييف هواء في العربيه تاتش معاك، ده غير كمان العربيه فيها مثبت سرعه، يعني العربيه من الاخر مش مقصره معاك في حاجه. نيجي بقى ايه لمميزات العربيه. عربيه حجمها مش وحش، سعرها يعتبر ارخص سعر موجود، ده غير كمان ان هي تعتبر مستورده من بره، فدي ميزه تنافسيه حلوه جدا للعربيه. تقفيل العربيه يعتبر معقول، ارتفاع العربيه عن الارض معقول، الكراسي الخلفيه بتاعتها ممتازه، تكييف العربيه يعتبر وسط مش قوي. قطع الغيار العربيه موجوده من فتره، احنا بنتكلم في 2016 2017، وموجوده بنفس الشكل ما اتغيرش. فقطع غيارها هتلاقي لها قطع غيار بره، مش منتشره قوي، بس على الاقل اكتر من العربيات اللي موجوده اليومين دول في الماركات الجديده ما اعرفش عنها حاجه. نيجي بقى لفقره الساحر اللي هي فقره العيوب. في مصر عندنا ناس اشتكت من قله قطع الغيار، في المكسيك في ناس كتير اشتكت ان في لاج جامد قوي، فرق بين دوسه البنزين والاستجابه بتاع العربيه، وقابلوا مشاكل كمان في الفيوزات والكهرباء بتاعت العربيه. في تشيلي ناس قالوا ان في مشاكل في نظام الترفيه في العربيه، وفي شويه لونات كده في العدادات بتظهر بدون سابق انذار، ما عرفوش ايه وترجع تطفي لوحدها. في كولومبيا ناس قالت ان في شويه مشاكل في العفش، وناس تسمع شويه اصوات غريبه وهي ماشيه، وخصوصا لما تبقى العربيه برد خالص وبتبدا تتحرك. في بيرو ناس لقت في مشاكل حصلت في نظام السي في تي، ولقوا كمان مشاكل حصلت في تبريد العربيه، يعني الموتور من الاخر كده بيسخن. وفي مشاكل كمان زي تسريب زيت من الجوانب بتاع العربيه، او فشل في بعض الحساسيات زي حساس الشكمان والكلام ده. طيب العربيه دي بالسعر ده بقى وبعد العيوب اللي احنا شفناها دي حلوه ولا وحشه؟ لا بص، العربيه دي كسي في تي ككومبوننتس كده كله مع بعض تعتبر مش وحشه. احنا بنتكلم في 690 الف جنيه، بنتكلم في ضمان 150 الف كيلو او 6 سنين، ده يعتبر ضمان مش قليل خالص. وبنتكلم في منظومه موجوده تقريبا في اغلب العربيات الصيني تحت مليون جنيه، الا لو انت بقى بتفكر في البايك اليو 5 او الايميجرانت 7، ودي فئه ثانيه خالص. هنتكلم في فئه الاس يو في. كبراند عامه جاك ولا شيري؟ قولا واحدا شيري. هتعرف تطلع ل 850 الف جنيه وهتجيب تيجي 4 برو، اتكل على الله. عايز عربيه اس يو في 690 الف جنيه، خليك في جاك اس 2، عربيه مش وحشه. عايز حاجه اعتماديه اكتر، ممكن تنزل ل 640 الف جنيه وتجيب معاك البروتون ساجا، بتتكلم في فتيس ايزن 4 سرعات، مفيش بقى الجو الاس في تي ولا الكلام ده كله، على موتور 1300 عادي.
كل واحد واحتياجاته. انما العربيه دي كعربيه نعتبر سب كومبو كروس اوفر، نفس حجم التيجو 4 برو. انت ما بتجيبش عربيه توسان، عربيه صغيره شويه، بس امكانياتها تعتبر مش وحشه، اوبشن عالي، نظام الترفيه بتاعها يعتبر ممتاز مش وحش. المشاكل اللي احنا شفناها دي بس دي دول حاره جدا، فممكن يكون مثلا زي درجه الحراره، قله الهواء في الاكسجين هي اللي عملت كده. برضه العربيه بالفتيس السي في تي محتاجه تبقى بالراحه عليها شويه، وده دايما ان انا بقوله السي في تي بالذات مش بتاع شغل، بتاع استخدام اسره عاديه خالص. وبس ده كان كل حاجه النهارده. يا رب نشوف التخفيضات اكتر واكتر الفتره اللي جايه، وكمان حركه زي كده ما ننساش ان هي تشد السوق لتحت شويه كمان. كل ما يحصل تخفيض لعربيه بيطلع عربيات بتبدا تفكر، وان شاء الله نشوف تخفيضات اكتر الفتره اللي جايه. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.